طاقة هائلة كاسرة لحاجز الزمن. 5 خطوات هتساعدك إنك تلاقي شغفك. معاكم محمد خالد والشغوفتية، ويلا بينا. أهلا بيكم في قناة الشغوفتية. قناة الشغوفتية هي قناة بتساعدك إنك تلاقي شغفك وتطوره وتنميه، وكمان بتساعدك إنك إزاي ممكن تحوله لمصدر دخل ليك، سواء كان مصدر ده كان مصدر دخل أساسي أو هيكون مصدر دخل جانبي بجانب دخلك الأساسي. لو عجبك المحتوى طبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب وتعمل لايك للفيديو وتعمل شير لو حابب تفيد غيرك. موضوعنا النهاردة هنتكلم فيه عن الطاقة الهائلة الكاسرة لحاجز الزمن، وبرضه هنتكلم عن 5 خطوات هتساعدك إنك تلاقي شغفك. فيلا بينا. موضوعنا النهاردة هنتكلم فيه عن الشغف. إيه هو الشغف؟ وهل هو موجود عند كل واحد فينا ولا عند ناس وناس؟ وفي نفس الوقت برضه هنتكلم على إيه هي أفضل 5 خطوات هيساعدوك إنك تلاقي شغفك. قبل ما نتكلم على الخطوات اللي هتساعدك انك تلاقي شغفك، محتاجين نعرف الاول يعني ايه اصلا شغف، وهل الشغف ده موجود عند ناس وناس تانية لأ، ولا موجود عند كل الناس؟ اول حاجة بالنسبة لتعريف الشغف، وفقا لتعريف جامعة اوكسفورد فقالت ان الشغف هو تأثير قوي جدا بيخليك بالكاد قادر تسيطر عليه. يعني هو تأثير أول ما بتحس بيه بتلاقي نفسك بالعافية قادر تسيطر على نفسك وعلى تصرفاتك. كان في تعريف تاني من المذيعة العالمية المشهورة أوبرا وينفري، كانت بتقول إن الشغف هو طاقة أو هو شعور بالقوة تجاه شيء ما بيثير حماسك. يعني حاجة أنت بتحب تعملها بتلاقي نفسك شعورك اتجاهها إنك حاسس بطاقة أو حاسس بشعور قوي تجاه الحاجة اللي أنت بتعملها. طب ده بالنسبة لتعريف الشغف. طب هو ايه بقى المصدر بتاعه؟ وهل المصدر ده موجود عند كل الناس ولا موجود عند ناس وناس تانية لأ؟ الكلام على ايه يا جماعة؟ بالنسبة للشغف فالمصدر بتاعه هو مادة موجودة في جسم الإنسان. المادة دي مادة كيميائية بتفرز في مخ الإنسان اسمها الدوبامين. مادة الدوبامين هي مادة كيميائية تفرز في مخ الإنسان، وفي نفس الوقت هي ناقل عصبي بين مخ الإنسان وبين جسمه. المادة دي بيطلق عليها إحدى هرمونات السعادة. يعني الهرمون ده أول ما بيتم إفرازه في الجسم بتحس بالسعادة يا صديقي. يعني لما تلاقي نفسك فرحان تجاه شيء بتعمله اعرف إن مادة الدوبامين بتفرز في جسمك. مبروك يا عم. مادة الدوبامين زي ما قلنا هي مادة بيتم إفرازها لما بتعمل حاجة، الحاجة دي بتثير حماسك. فالمادة دي زي ما قلنا هي بتفرز كل واحد فينا، بس محتاجة إنك تعمل الحاجة اللي هتحمسك وتخليك حابب تعملها. العلماء كان قالوا إن مادة الدوبامين دي هي بتفرز في حالتين، والحالتين دول مهمين جدا. كوباية الشاي بتاعتك وتعالى نشوف الحالتين دول عبارة عن ايه. أول حالة فيهم وهي حالة الاستهلاك. يعني ايه حالة الاستهلاك؟ يعني هي حالة انك لما بتكون بتعمل حاجة معينة انت حابب تعملها او بتثير حماسك، الحاجة دي بتساعد في افراز مادة الدوبامين. تعال نقول مثال من اشهر امثله حالات الاستهلاك، هي لما بتكون فاتح التليفون بتاعك وبتعمل سكرول في السوشيال ميديا. يعني كل ما انت بتقلب عمال في السوشيال ميديا او بقى فيسبوك سواء تيك توك ايا يكن، طول ما انت بتقلب بيكون عندك افراز ماده الدوبامين. ماده الدوبامين وقتها بتفرز لانك وقتها بتكون متحمس اللي انت بتتفرج عليه، او متحمس انك تلاقي حاجه تكون جديدة بالنسبة لك أو حاجة تفرحك أو حاجة تغير المود بتاعك. فأول حالة بالنسبة لنا هي حالة الاستهلاك، إنك تكون بتعمل حاجة، الحاجة دي بتحمسك أو بتساعد على زيادة حماسك، فبالتالي بيزيد إفراز مادة الدوبامين. أشهر مثال زي ما قلنا فكرة لما تكون فاتح التليفون وبتسكرول للسوشيال ميديا، أو مثلا تكون قاعد بتلعب جيم، أو مثلا تكون قاعد بتتفرج على فيلم ومتحمس ليه عشان تعرف نهايته هتكون إيه. يا ترى النهاية على إيه؟ تاني مرحلة معانا وهي مرحلة الإنتاج. قلنا في أول مرحلة هي مرحلة الاستهلاك، ومن أشهر حالتها هي إنك بتكون قاعد بتسكرول في السوشيال ميديا.
طب ايه بقى هي مرحلة الانتاج؟ مرحلة الانتاج يا صديقي من اسمها هي لما بتكون بتعمل حاجة ومنتظر تشوف النتيجة بتاعتها. تعالوا نقول مثال، مثلا انك لما تكون قاعد، لو انت واحد بتحب هواية الرسم وقاعد عمال بترسم، فبتكون قاعد منتظر بفارغ الصبر تشوف الرسمة بتاعتك في الاخر هتكون عاملة ازاي. مع انك وقتها وانت شغال وبترسم لا بتكون مهتم بالوقت ولا بتكون مهتم بالتعب الشخصي. يعني لو انت في رسمة من الرسومات خدت منك 5 ساعات او 6 ساعات، بتيجي بعد ما بتخلص الرسمة بتلاقي نفسك لا لاحظت ان انت الوقت ده عدى منك ولا بتحس انك تعبت او استهلكت اي مجهود، بل بالعكس مادة الدوبامين وقتها لما بتتفرز وبعد ما بتخلص الرسمة بتاعتك بتخليك ما تحسش باي احساس من التعب او من الوقت اللي عدى منك. طب ما احنا كده عندنا في حالات الاستهلاك وحالات الانتاج الاتنين بيطلعوا دوبامين، وفي نفس الوقت الدوبامين هيثير حماسي. طب ايه الفرق برضو ما بين الاتنين؟ الفرق يا صديقي ان العلماء قالوا ان مع كثرة حالات الاستهلاك بتحصل نتائج معينة، وفي نفس الوقت مع كثرة حالات الانتاج بتحصل نتائج. طب ايه برضو الفرق ما بين الاتنين؟ بيقول لك يا صديقي ان مع كثرة حالات الاستهلاك او انك بتكون بتعمل حاجة معينة عشان تثير حماسك، زي مثلا قلنا ان حوار السوشيال ميديا، انك مع كثرة استخدام السوشيال ميديا الحاجة دي بتتحول معاك لإدمان. يعني انك لو فضلت معتمد انك طول ما انت قاعد زهقان او مش لاقي حاجه تعملها تفتح السوشيال ميديا عشان تثير حماسك، او تقعد كل شويه تتفرج على فيلم او مثلا تتفرج على ماتش عشان يثير حماسك، هتلاقي بعد فتره ده اصبحت حاله ادمانيه عندك. طول ما انت قاعد متضايق بتفتح السوشيال ميديا وبتسكرول او بتحاول تشوف اي ماتش حتى لو انت مش مهتم بالنتيجه، بس بتحاول تتفرج عشان يزيد من افراز الدوبامين عندك وحاجه تثير حماسك. موضوع كبير. أما في حالة يا صديقي، في الحالة الإنتاجية، فلو أنت أكثرت من حاجة أنت بتحمس لما بتخلصها، يعني زي ما قلنا هواية زي هواية الرسم، فقال لك الهواية دي بعد كده بتتحول لي أيوة جاية الشغف. أيوة يا صديقي هو ده محتوى القرار بتاعنا، الشغف. ازاي ممكن تحول حالة انتاجية بالنسبة لك تحولها لشغفك؟ ومش بس كده، هنساعدك كمان انك ازاي تحولها لمصدر دخل ليك، سواء كان مصدر الدخل ده كان اساسي او كان مصدر جانبي. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتعمل لايك وتعمل شير لو حابب تفيد غيرك. نرجع بقى للفيديو بتاعنا. عملت خلاص سبسكرايب، عملت لايك، هعرف على فكرة، هعرف. اوكي تمام. نرجع تاني للفيديو بتاعنا ونقول ان مع زياده الحالات الاستهلاكيه زي ما قلنا، لو انت مثلا متعود انك طول ما انت قاعد زهقان او مش لاقي حاجه تعملها بتفتح السوشيال ميديا، هتلاقي بعد فتره انها اتحولت لحاله ادمانيه عندك. لكن لو انت عندك هوايه معينه، سواء هوايه رياضيه او زي ما قلنا هوايه الرسم مثلا، او اي هوايه بتثير حماسك لما بتخلصها او بتوصل لنتيجه فيها، فدي هتساعدك ان هي تتحول معاك بعد كده لشغف. موضوع كبير. تابعنا وتابع الفيديوهات بتاعتنا عشان نقدر نشوف ازاي ممكن نقدر نحول الشغف ده لمصدر دخل لينا. طب احنا دلوقتي عرفنا يعني ايه اصلا شغف، وعرفنا المصدر بتاعه، وعرفنا الانواع بتاعته. طب احنا برضو ازاي ممكن نلاقي الشغف ده؟ وهل الشغف ده ليه طرق معينة ممكن تساعدنا ان احنا نلاقي الشغف؟ يلا بينا نشوف ال5 خطوات اللي هتساعدنا ان احنا نلاقي شغفنا. ال5 خطوات دول هم 5 خطوات مهمين جدا، يعني عايزين تركيز ونشوف كده الكلام على ايه. لو كوبايه الشاي بتاعتك خلصت ما تقومش تعمل غيرها، لان هنرجع تاني للفيديو وهيحصل حوار. ركز معانا وهنقول لك ال5 خطوات. اول خطوه معانا وهي خطوه انك تحدد الحاجه اللي انت شاطر فيها. يعني ايه؟ تعالى كده بقى بهدوء نشوف الخطوة دي هنعملها ازاي. أول حاجة ونصيحة مني ليك، بعد ما تخلص الفيديو هتروح رايح كده قاعد مع نفسك على جنب، مع نفسك في هدوء تام بعيد عن أي دوشة حواليك، وابدأ كده امسك ورقة وقلم. الورقة والقلم دي هتبدأ إنك تكتب فيها إيه الحاجة اللي أنت شاطر فيها، ومش اللي أنت شاطر فيها بس، هتكتب الحاجة اللي أنت شاطر فيها، تكتب الحاجة اللي انت بتحب تعملها، وكمان هتكتب الحاجات اللي انت كان نفسك في يوم من الايام انك تعملها.
يعني يا صديقي بتقعد كده مع نفسك في روقان وتمسك ورقة وقلم وتشوف ايه الحاجات اللي انت الناس بيقولك عليها انت شاطر ان انت بتعملها، وفي نفس الوقت تكتب الحاجات اللي انت كان نفسك تعملها ونفسك توصل لها، وفي نفس الوقت تكتب الحاجات الهوايات الخاصة بيك. تاني حاجة هي انك تحدد الحاجة اللي بتحمسك، يعني تشوف ايه هي الحاجة اللي طول ما انت ما بتعملها بتلاقي نفسك متحمس وحابب تعمل اكتر. يعني زي ما قلنا ان الشغف هو عبارة عن طاقة، والطاقة دي بتنتج نتيجة حاجة انت بتحب تعملها او حاجة بتكون متحمس ليها. فمعنى انك لقيت الحاجة اللي بتحمسك فانت الف مبروك لقيت شغفك. الحاجة اللي بتحمسك دي ممكن تكون عبارة عن حاجة في وسط الشغل اللي انت بتعمله، او ممكن تكون عبارة عن هواية، او ممكن تكون عبارة عن رياضة، او ممكن تكون حاجة عادية جدا بس طول ما انت ما بتعملها بتحس انك متحمس وحابب تزود فيها اكتر. تالت خطوة وهو إنك تشوف إيه الحاجات اللي أنت بتحب تقراها أو بتحب متابعتها، وإنك الحاجة إنك لو فضلت تقرا فيها لفترة طويلة أو فضلت تتابعها لفترة طويلة ما تحسش بأي ملل، بالعكس تحب إنك أنت عايز تكمل وتحب إنك كمان عايز تقرا أكتر. شوف إيه هي الحاجة اللي أنت بتقراها كتير وفي نفس الوقت متابعها كتير، وطول ما أنت متابعها بتحس عندك بحماس وبتحس إنك مش عايز تبطل قراية ليها. رابع خطوة هو إن تشوف مين هو الشخص المثالي ليك، ومين الشخص اللي نفسك في يوم من الأيام تولي. شوف الشخص ده بيعمل إيه الهوايات بتاعته، إزاي وصل للنجاح بتاعه، وابدأ شوف هل الحاجات اللي هو عملها ووصل ليها هل الحاجات دي فعلا أنت حابب توصل لها وحابب تعملها ولا لأ. لو لقيت حاجة منهم ابدأ شوف هل الحاجة دي لو أنت جيت تعملها هتكون متحمس ليها وحابب تعملها ولا لا. واخر خطوة هو انك ممكن تعمل اختبار تحليل شخصية. اختبار تحليل الشخصية هو اختبار بيتعمل عن طريق ان بيجمع معلومات عنك وفي الاخر بيقولك انت نوع شخصيتك ايه، وكمان بيقولك ايه الحاجات ان الشخصية دي بتحب تعملها او بتكون ميالة ليها، وايه الحاجات اللي الشخصية دي ما بتحبش تعملها. هتبدأ تقارن النتيجة بتاعته بشخصيتك وبنفسك وتشوف هل فعلا الحاجات دي انت فعلا ميال ليها وبتحب تعملها ولا لا. إلى هنا يا صديقي يكون قد انتهى الفيديو بتاعنا. اتكلمنا فيه يعني ايه اصلا شغف، واتكلمنا ان ايه هو المصدر بتاعه وانه يعتبر موجود جوه كل واحد فينا. اتكلمنا فيه كمان عن النوعين او الحالتين الخاصين بافراز مادة الدوبامين، وهم حالتين الاستهلاك والانتاج، واننا نحاول على قد ما نقدر نقلل من حالات استهلاكنا ونحاول نزود من حالات الانتاج. وطبعا عن طريق متابعتك للقناة هنحاول ان احنا نحول حالات الانتاج او الشغف بتاعك نحوله لمصدر دخل ليك، سواء كان مصدر دخل ده هيكون مصدر دخل اساسي او هيكون مصدر دخل جانبي بجانب الدخل بتاعك. الى هنا يا صديقي يكون قد انتهى الفيديو بتاعنا. اتمنى انك تكون استفدت حتى لو بجزء بسيط، وطبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وشير لو حابب تفيد غيرك، وانتظرونا ان شاء الله في فيديوهات قادمة نتكلم فيها اكتر عن الشغف وازاي ممكن تحوله لمصدر دخل ليك. كان معكم محمد خالد والشغوفة.